اللي يعرف الحاج عثمان النمروسي هو الوحيد اللي توقع فوز السنغال. راجل ما شاء الله جابها بالخبره، فليه تيشيرت عندنا في ذمتنا. تمام. عشان حد يعرف يتواصل معاه يعني. اما من ناحيه البطوله فهي خلصت واحده من امتع البطولات بصراحه اللي انا اتفرجت عليها. يعني اتفرجت على كذا نسخه، دي من احلى وامتع البطولات بغض النظر عن اللي حصل والتحكيم والعشر دقايق واللي شايفين الجون واللي شايفين ضربه الجزاء. مش وقت الجدال في الكوره، لان احنا كمنتخب مصر يعني لا لينا لا في الطور ولا في الطحين، يعني زي ما بيقولوا. ما ده اللي يكسب فيهم يكسب، ده هياخد النجمه الثانيه، ده هياخد النجمه الثانيه. انا ما كنتش ميال قوي لحد بصراحه من الاثنين، لان كنت خايف الناس دي تعدينا. يعني انا خوفي ان السنغال يفضلوا هم مصدقين نفسهم وهم فريق حلو قوي، فريق ممتاز، فالناس دي تبقى النجمه الثانيه. كمان سنتين ثلاثه تلاقي النجمه الثالثه، في الرابعه المغرب تلاقي النجمه الثانيه، في الثالثه واحنا واقفين محلك سر على السبع نجوم. عايزين بقى نلحق يعني، مش عايزين نركن. مش عارف، في ناس كتيره فضلت كانت هي التوب لحد ما مصر خدت 3 بطولات بقت مصر التوب. مش عايزين نوصل للمرحله دي، ربنا يا رب ما يكتبهاش علينا يعني، ونبقى احسن ونتطور. اما فكره هنعمل ايه بقى في كاس العالم، هو الموضوع ده للدردشه. هنهاجم ولا هندافع؟ مش هنجيب سيره كابتن حسام حسن عشان في ناس قلبتها موضوع صعب. انت ضد كابتن حسام حسن؟ هو تعليق واحد قال لي كان غريب، انت ضد كابتن حسام حسن؟ راجع نفسك يا عدو الوطن يعني. فانا براجع نفسي من ساعتها، بشوف ان انا عدو الوطن في ان انا بس ما عجبنيش تكتيك ماتش. الناس بتتكلم في الكوره بعصبيه مفرطه، واتهامات وشتايم. انا شفت في الكومنتات ناس بتشتم بعضيها على القصص دي يعني. اتمنى بس ان نوسع الدماغ شويه، ان هي كوره في الاول وفي الاخر. نخسر السنه دي، السنه الجايه ربنا يكرمنا ان شاء الله. هنعمل ايه في كاس العالم بقى؟ هنلعب بشكل دفاعي ولا هجومي؟ لما لعبنا قدام نيجيريا كان لينا شكل. يعني احنا ما رحناش مثلا ب 100 كوره يعني، بس كان لينا شكل. ولما لعبنا بشكل دفاعي قدام كوت ديفوار كان لينا شكل. هو كابتن حسام بقى اللي يختار بناء على الرجاله اللي معاه. احنا ما عندناش رفاهيه، كده كده كابتن حسام مكمل معانا لكاس العالم. اتمنى بعد نقطه كاس العالم واحنا لسه قبلها بفتره اهو بشهور نبقى عندنا رؤيه هنعمل ايه. يعني كابتن حسام هيكمل، مفيش مشكله يكمل بناء على ايه، ونقعد ونجيب الناس ونجيب المنتخب الاولمبي والشباب ونقعد كده مع بعض قعده رجاله حلوه في كوبايتين شاي، ونشوف هنخطط ازاي. اما لو الناس في اتحاد الكوره شايفين ان هو مش هيكمل، برضه يبقى عندهم رؤيه هنجيب مين وهيبقى هويتنا ايه وهنلعب بسيستم ايه، ونبتدي نبلغ الدنيا. بس ده بدري بدري. بعدين هنبتدي نتكلم مشاكل منتخب مصر في المراكز. دي مشكله بالصدفه ولا دي مشكله بقى لها زمن في بعض المراكز؟ هنكملها مع بعض بقى في كذا فيديو ان شاء الله.